بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة من اتبع هداه إلى يوم الدين. على طريقة هدف سطلانة لطاهر محمد طاهر. لعبة محمد شريف هي نفس لعبة طاهر محمد طاهر. في هدف سطلانة ثبت اللاعب على الأرض، وهكذا كان هدف التعادل للنجم المتألق حسين الشحات، اللي طالما قلت مرارا وتكرارا هذا اللاعب هو الفيصل والفارق مع النادي الأهلي. حسين الشحات فايق، الأهلي فايق. بغض النظر عن لاعبي الفريق، كل لاعبي الفريق محترمين، مفيش أي واحد أثر ولا دلع. لعبوا على قد المباراة وكانوا لها بالمرصاد وفازوا. الزمالك عاد لطبيعته كفأر للرياضة المصرية. الحكم الرابع 4 فاولات. الحكم 4 فاولات على الأهلي في أول 10 دقايق. ايه دي؟ فسحوه فين؟ فصعب مع حكم يجي ويلاقي الاتحاد الكرة زملكاوي وده زملكاوي والمرافق زملكاوي والمترجم زملكاوي. يعني عايزين منه ايه؟ فسحتوه فين؟ في الأهرامات وبورسعيد؟ وددتوه فين؟ الأهلي أخدهم بالجريب كالعادة، سقاهم سادة. اتحاد ومنظمين للمباراة ولجنة الحكام وأعوانه، بزيرة واخواته وكايد ومايك وسندس وبسبس ونفيسة والتعيسة. الأهلي يهزم عواجيز الزمالك. أقسم بالله العلي العظيم الأهلي يلعب ب3 لاعبين فقط في الدفاع في أي فرقة مع أي فرقة في مصر. حرام لا يلعب ب4 في قلب الدفاع يا جماعة. لا يلعب 3-4-3-1، 3-5-2-1. كام؟ 5-8، 3-4-3 أو 3-5 يبقى 8-1. ما ينفع، حرام الأهلي يلعب ب4 في الدفاع يا جماعة. يا عم الأهلي الناس فريق كبير يا جماعة، ولا ميلعبش مهاجم واحد. أتمنى يلعب ب2 مهاجمين أقل حاجة، ويكون منهم محمود تريزيجيه عشان استفيد من لاعب آخر في وسط الملعب. يبقى ما يبقى قدام مني فوق في الأمان شريف وتريزيجيه، ووراه 4 الشحات وديانج ومروان وبن رمضان، دول ستة. وقدامهم طاهر